السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهارده بقى انا لسه جايه من عند ماما، جبت شويه طلبات كده للبيت، قلت تقضي معايا حتى النهارده وبكره وكده، فقلت برضو اوريكم انا جبت ايه واشارككم برضو معايا. فجبت النهارده الكيلو ونص القوطه ب10 جنيه، وجبت البطاطس جايباها كيلو ونص برضو ب10، وجبت نص مكرونه اقلام على نص مكرونه صغيره، وجبت الخيار برضو لسه زي ما هو ب10، وجبت لسان عصفور. فقلت برضو ايه اشارككم معايا النهارده كده واقول لكم انا جبت ايه. جبت كده حاجات يعني تقضي معايا النهارده وبكره بس كده لحد ما انزل اتسوق وكده. فطبعا كان في طبق لقيته كده وانا ماشيه من عيالي، فرحت غسلاه ورحت غسله الحوض. فرحت قلت ايه بقى اغسل بقى طبعا الخيار والقوطه اللي انا جبتهم، لاني انا اصلا بحب اغسل الحاجات ديت علشان خاطر عيالي كل شويه بيفتحوا التلاجة وكده، فبي ايه بخليهم بقى يبقى ياكلوها وانا مطمئنه اللي هي نضيفه يعني. فهو النص كيلو خيار، والله جبت نص كيلو خيار، وجبت كيلو الا ربع قوطه. الكيلو ونص من القوطه ب10، جبت ربع كيلو خيار ب5، هو ب10 برضو. وهوت غسلتهم وبغسلهم كويس جدا عشان اضمن ان انا عيالي لما ياكلوها تبقى نظيفه، لان كل شويه يفتحوا التلاجة وكده. فقلت يعني ايه الحاجات دي بتبقى في البيت بتبقى حلوه، وليهم اصلا هم بيعشقوا الخيار وبيعشقوا القوطه وبيحبوا الحاجات دي اصلا. فقلت برضو بقى ايه يعني اعمل بقى الروتين البسيط ده قدامكم وكده، وتبقوا معايا تشاركوني يعني اليوم النهارده وكده. انا ما عملتش اي حاجه والله خالص النهارده ولا اي حاجه، انا قضيناها جبن كده وقلنا هتقضى النهارده لان جايه بقى طبعا من مشوار وتعب وكده، فالحمد لله. فقلت دي بقى بعد ما غسلتها خالص، وديت انا جبت بقى الحاجه ورحت حطاهم في التربو. وديت رز كانوا 2 كيلو، ماما كانت قالت لي خديهم وانت ماشيه. خدتهم بصراحه ورحت حطاهم في العلبه بتاعتهم ورحت حطاهم. واتقضت النهارده والحمد لله. واسيبكم بقى في رعايه الله، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.